أجمل علاقة تقدري تعيشيها في حياتك هي العلاقة مع جسمك، لكن الحقيقة أغلبنا ما بديناش هذه الرحلة من الحب، بديناها من الألم. مرحبا بيك في الحلقة السادسة من سلسلة توازن الطاقة الأنثوية. اليوم نحكيو على موضوع حساس قريب من القلب ومرت به كل امرأة بطريقة أو بأخرى، أنوثة الجسد. كيفاه نرجعوا نتصالحوا معاها وكيفاه نرجعوا نحسوا بروحنا فيه. كاين أيام نصحى ونحس روحي غريبة في جسمي، جلدي ساعات يحك، كتافي ثقل عليا، رجلي ايديا كأنهم ماهمش قابليني. شعور مزعج، تحسي روحك كيفاه نقول برا جسمك، تغسلي ديري دوش، لكن الراحة اللي تحوسي عليها ماهيش جسدية، نوع آخر من الراحة، راحة داخلية. هذا الإحساس مريت به بزاف، ومرات يجي بدون سبب، ومرات بسبب الضغط، بسبب التعب، الهرمونات، ولا حتى المسؤوليات. لكن في لحظة معينة نرجع لأجسامنا بطريقة بسيطة. أنا مثلا فجأة نحس روحي رجعت ندى. نهار مثلا قصيت شعري، حسيت باللي وجهي بان، حسيت باللي نفسي رجعت. مثلا في الأيام اللي فاتت ولدي كان مريض، كنت مهملة روحي بزاف، لا سكين كير ولا روتين، ناكل أي حاجة، ما نشربش ماء ولا فيتامين. كنت صح مع الجسد لكن مش مع نفسي. حتى وعيت وحسيت روحي بعدت على الاعتناء بجسمي، ومن ثم بديت نرجع بالصح، بالراحة وبخطوات صغيرة. رجعت نعتني بروحي بهدوء، ناكل حاجة صحية كل يوم، نشرب تيزانة تخفف الانتفاخ تهدئ، نرطب يومي وجهي قبل النوم، نشرب الماء بزاف، نمشي من 6 كيلومتر حتى بعض الأيام 14 كيلومتر، يعني نمد نفسي الوقت والهدوء في المشي باه نفرغ الطاقة السلبية. المهم كل يوم نمنح نفسي وقت ولو قليل. بهذه الخطوات وليت نرجع لنفسي، وليت نحس بجسدي من جديد. لكن الحاجة اللي بدلت نظرتي لجسدي كاملا هي الأمومة. ما كان حتى إحساس يشبه الأمومة، تحسي بالضعف، بالفرحة، بالرهبة، بالحب اللي ما عندوش اسم. بعد الولادة جسدي تعب، هرموناتي تخلطت، اكتئاب ما بعد الولادة ولو قليل، جرح قيصرية، ألم، وكنت نحس روحي ما نقدرش نكون قوية. في ملحظات حسيت اني حنكون اضعف ما يمكن من نفسي. لكن من بعد عرفت الحقيقة اللي غيرت حياتي. الأنثى قوتها في ضعفها، قوتها في الاستسلام، مش الاستسلام السلبي بالطبع، الاستسلام للحظة، للجسد، للاحتياج. جسمي أنهك باه يجيب حياة للوجود، ويجب علي نرجعله الشهور اللي فاتت، ونمدله الحب، الطعام، الراحة، اللطف، وما نلزموش أكثر من طاقته. كنت نهبط راسي ونشوف بطني اللي تبدل، جرح قيصرية، لون صدري، وأقول هذه أنا. ومن بعد كلش تبدل لما فهمت إنها هذه ماهيش عيوب، هذه أوسمة حياة، أدلة على وجود روح جديدة. واليوم الحمد لله بطني رجعت مشدودة، الجرح ما يبانش، والأهم رجعت علاقتي بجسدي ورجعت نحبه كيما في الأول. الشك عادي يجينا كامل،
يجينا بسبب كلمة، نقد، أو حتى تنمر في بعض الأحيان، وتلقاي روحك تقول أنا زايدة وزن، أنا ناقصة وزن، خشمي كبير، ساقية مش متناسقين، كذا كذا. لكن رح نرجع نقول لنفسي الله خلقنا كاملين، مختلفين، متفردين، والحاجات اللي ما نحبهاش في روحي كاين ناس يحبوها، وكاين ناس تشوفها جميلة، والأهم نلقى طريقة نحب بها هذه الحاجات، لأنها برمجة عقلية فقط ونقدر نعيدوها. أنوثة الجسد ماشي جمال، ماشي مقاسات، وماشي شكل. أنوثة الجسد هي كيفاه تسمعيه، كيفاه تحترميه، كيفاه تحبيه، وكيفاه ترجعي ليه كل مرة يضيع منك. هذا الأسبوع جربي كل ليلة ريتيول صغير لمدة 5 دقائق، ترطيب، شرب ماء، تنفس، ولمسة على صدرك أو بطنك مع جملة بسيطة: أنا معاك وأنا نحبك وما نخونكش. وشوفي كيفاه هذه الجملة الصغيرة تقدر ترجعك لجسدك ولأنوثتك ولروحك. شكرا لأنك معايا في هذه الرحلة. نشوفك في الحلقة القادمة والأخيرة، الحب الناضج، كيفاه تكوني أنثى تحب بلا خوف وتحب بلا شروط.